أهلا بيكم، كل سنة وانتم طيبين. عيد فطر سعيد على الجميع. أنا النهاردة بقى طالع كده يعني مش بوم العيد يعني، بس هنقول شوية حاجات كده. الناس بتتكلم عليهم في أروقة الفروسية المصرية. أول حاجة عايز أتكلم عليها هي حجة عدم التأهل للأولمبياد، وإن الفريق المصري مستواه نزل أو منزلش. ونفس الشماعة الوحيدة اللي بنتكلم عليها دلوقتي هي شماعة الخيول ومستوى الخيول المصرية والفلوس. يعني ما هي الخيل يعني تمنها قد ايه مقارنة بالدول الخليجية اللي عندهم خيول بأسعار باهظة الثمن. أنا بس عايز يعني أتساءل على حاجات ويترد عليا بمنتهى الموضوعية. ويثبت لي إزاي إحنا مسألة فلوس ولا مش مسألة خيل ولا مسألة إيه بالظبط. أولا همسك أعضاء الفريق المصري اللي تأهل لأولمبياد طوكيو اللي فاتت. أولا الفارس سامح الدهان. فارس سامح الدهان عنده سبونسر أو راعي في أيرلندا من أشهر البريدرز أو منتجين الخيول الأيرلندية في العالم. لم يكلف الاتحاد المصري جنيه واحد في الخيل اللي كان راكبها، لأن الخيل دي مملوكة للرعاة بتوعه. نمرة 2 الفارس عبد القادر سعيد تأهل برضه بخيل خاصة بيه، خيل ممتازة جدا، وهو عنده رعاة في بلجيكا وفي هولندا من أغنى أغنياء الرعاة، برضه لم يكلف الاتحاد المصري أي شيء. نيجي على ثالث واحد فيهم الفارس المتألق نائل نصار. نائل طبعا بيركب خيل، الرعاة بتوعه هم بيل جيتس، مزرعة جيتس ستيبلز. مش محتاج أقول يعني المستوى المادي بتاع الخيول بتاعتهم هناك شكله إيه. ناس من ربنا يزيدهم من أغنى أغنياء العالم إذا ما كانش أغناهم. برضه ما كانش بيكلف الاتحاد المصري أي حاجة. الفارس من برضه فارس آخر كان معاهم في الفريق، دخل كاحتياطي وبعدين مثل الفريق في طوكيو. عائلته من أغنى العائلات الاقتصادية في جمهورية مصر العربية. فيعني ما شاء الله عليه بيجيب خيل من أغنى الخيول اللي في العالم، مش اتحاد الفروسية اللي بيشتغله. فارس واحد هو اللي بيلقى دعم اتحاد الفروسية من حيث الماديات، اللي هو لو رحنا الأولمبياد طوكيو اللي فاتت ال 23 مليون جنيه اللي اترصدوا، وهو مبلغ كان يعد تاني مبلغ بعد 49 مليون اللي انفقوا على اتحاد كرة القدم استعدادا لطوكيو. الفروسية جت بعديها على طول ب 23 مليون. ضربت الأقاويل بقى ان الفارس ده خدها لوحده، ما خدهاش لوحده، لكن يعني دي الفلوس اللي طلعت من الدولة المصرية. اثبتنا دلوقتي ان كل الفرسان اللي اتأهلت ما كانوش في حاجة ان هم يعني الفلوس ما كانتش عائق خالص، يعني مقارنة بدول الخليج اللي بتصرف كتير جدا. ما اعتقدش اللي انا ذكرته ده يعني المشكلة مشكلة مادية او مشكلة خيول، والا حد يطلع يقول لي فهمني. دي حاجة كنت عايز اتكلم فيها، لان يعني ابتديت اسمع شماعة اصل احنا الخليج معاه فلوس احنا معناش فلوس. يعني اعتقد ان احنا اخر ناس نتكلم في الموضوع ده. لما رحنا طوكيو بقى حصلت يعني فضيحة مدوية للفروسية وللرياضة المصرية. أنا يعني لا أعتقد إن هي ما حصلتش في تاريخ الفروسية. ما أعتقدش برضو إن هي بسبب الفلوس. يعني حصلت حاجة تسببت إن الفريق المصري ألغيت نتيجته بالكامل في الدورة بتاعة طوكيو ولم يشترك، وبالتالي راحت الفلوس كلها. اشترك يعني لكن ألغيت النتيجة الفريق بالكامل أكنه ما راحش يعني. وال 23 مليون المال العام دول ذهبوا أدراج الرياح، يعني أكنهم ما تصرفوش على حد.
حتة تصرفوا على حد وما تصرفوش على حد، في بقى جدالية كبيرة جدا في هذا الموضوع، لأن الفرسان اللي التالي أسمائهم قدموا جوابات: عبد القادر سعيد، سامح الدهان، كريم الزربي، قدموا جوابات للوزارة إن هم لم يتلقوا أي فلوس من الفلوس دي. فالفلوس دي راحت فين؟ يعني الله أعلم، يعني مش هخش بقى راحت لمين ولا راحت لفين، لكن اللي أقدر أقوله إن أعضاء الفريق طلعوا جوابات رسمية موجودة موثقة إن هم لم يستلموا ولا جنيه. هنرجع بقى نقول تاني: الخيل والفلوس راحت فين ومش راحتش فين؟ اهو ده واحنا في الخليج معاه فلوس واحنا معناش فلوس. انا جالي اتصال مباشر من احد الفرسان العالميين اللي تأهل يعني عن فريق من احد الفرق اللي تأهلت لأولمبياد باريس القادمة، وسألته سؤال مباشر. قلت له: يا فلان، هل الفريق المصري الحالي زي الفريق المصري اللي اتأهل لطوكيو بتخشوه او بتعملوا له حساب؟ قال لي: لا طبعا، بصراحة الفريق اللي قبل كده كان يعني العالم كله يخشاه، اما الفريق الحالي يعني فمستواه يعني تخلف كثيرا، وليس بسبب اسباب لها علاقة بالخيول او لها علاقة بالماديات او بالفلوس، هي لها علاقة مباشرة بالإدارة. يعني الإدارة اللي عملت كده وتسببت ان يعني نص الفريق طفش. عبد القادر سعيد اضطر ان هو يروح يركب باسم بلجيكا، وسامح الدهان اضطر ان هو يروح يركب باسم انجلترا، ويعني وضع مؤسف جدا. لكن تاني برجع، ملوش علاقة بالفلوس، وان الخليج معاه فلوس كتيرة ومصر معلاش فلوس، دي حجة واهية وانا برهنتها دلوقتي. يعني لو حد عنده حجة اخرى يقولها لي، يعني انا بتكلم بالمستندات يعني. في بقى مثل اخر انا كنت عايز اخده برضو، كمن هو البطل في الرياضة، ومن هو البطل اللي غنت له المغنية المعروفة شريفة فاضل: ابني حبيبي يا نور عيني بيضربوا بيك المثل، كل الحبايب بتهنيني، طبعا ما انا ام البطل. هل البطل ده من مواصفاته ان هو يبقى غشاش او حرامي او يعني ما عندوش مبادئ سامية؟ انا هضرب مثل وهقارنه بحادث عندنا في مصر مع الاسف. في بطل عالمي في الرماية خد ميداليتين ذهب في دورتين اولمبيتين متتاليتين ورا بعض لاستراليا، اسمه مايكل دايموند. مايكل دايموند كان بيتضرب بيه المثل في استراليا، يعني الشعب الاسترالي بالكامل بيتفخر بيه. ويعني زي ما احنا في مصر هنا كده كلنا بنتفخر بمحمد صلاح، في استراليا في جميع الرياضات فخر استراليا في الرياضة كان مايكل دايموند. مايكل دايموند قبل الأولمبياد بتاعة لندن، وكان مؤهل للحصول للميدالية الذهبية الثالثة على التوالي، أوقف بسيارته في وسط سيدني، وكان متعاطي لخمر، ونسبة الخمور في جسمه أعلى من المعدل المسموح بالقيادة أثناءه. لم يشفع له أي شيء، مش عشان خاطر هو شارب خمر، علشان خاطر هو قائد سيارة وهو شارب خمر، يعني متعدي على القانون وضارب قانون عرض الحائط. منع من الاشتراك بالدورة وأودع السجن، ولم يشفعه له تاريخه. وحد في استراليا دلوقتي لما بتيجي اسمه يعني الناس للأسف يعني بيحطوا وشهم تحت، بعد ما كان فخر استراليا. إذن زي ما قالوها أهالينا زمان: الأدب فضلوه عن العلم. فلما يبقى فيه واحد من مجتمعنا يعني المصري كان أثناء وجوده بالجامعة بتاعته داخل الجامعة بمنتهى الاستهتار، قائد لسيارته
فجاء العامل بتاع الموقف بتاع السيارات يستوقفه عشان يشوف الكارنيه الجامعة بتاعه، راح شايله على كبوت العربية وداخل مكمل. فالجامعة وقفته أسبوعين عشان خاطر في صداقة بين والدته وبين إدارة الجامعة وحاجات كده يعني. بعد كده اتمسك بيغش في الامتحان واترفد من الجامعة. حاجة يعني مشينة، أعتقد دي حاجة لها علاقة بالأخلاق، ويعني ملهاش دعوة. أمه ما تنفعش تطلع بعد كده تغني تقول ابني حبيبي يا نور عيني بيضربوا بيك المثل أنت البطل أنا أم البطل. لا حضرتك كده التربية دي، ومن يقتدي بتربية زي كده حتى لو ابنك ده كسب بقى بعد كده بقى فارس ولا بقى لاعب كورة وعرف ان هو امه بعلاقاتها واهله بيطلعوه من المصايب اللي بيعملها بالصورة المؤسفة دي، وبيتعدى ويدوس على كل حاجة. ما اعتقدش ان انا بنصح الاهالي ان هم ياخدوا واحد زي ده كقدوة لأولادهم، لان انا بقول لكم كبطل سابق في الفروسية ما يبقى هو الأخلاق، ما تبقى هي التربية، ما يبقى هو الأدب فضلوه عن العلم. مش حتى لو أنا حققت نجاحات بعد كده مش ده اللي الناس بتتكلم عليه. الناس بتتكلم يقول لك شفتوا أخلاقه، شفتوا إزاي متربي، شفتوا إزاي ما بياخدش حق غيره. ربوا أولادكم على كده وما تربوهمش تربية بعد كده يبقوا حاجة يعني الحقيقة تسبب لنا خزي مثلما حصل في بطل أستراليا العالمي مايكل دايموند. في بقى حاجة تانية أنا عايز أقولها على شخصي أنا بقول إيه بقى في الكلام اللي أنا بقوله ده؟ أنا بقول وقائع معينة حدثت ملهاش دعوة بقى أنا بطل سابق مش بطل سابق عشان حد يطلع يشوه في سمعتي ويقول ده عمره ما كان بطل. مش هخش في المهاترات دي. أنا تاريخي وبطولاتي مكتوبة على الإنترنت، يعني مش محتاج حد يدور عليها يعني. الميدالية الذهبية الوحيدة في تاريخ مصر في البطولة العربية لغاية النهاردة باسمي. كان أحسن إنجاز بعد كده في البطولات العربية ميدالية فضة للفارس نائل نصار. الميدالية الذهبية الوحيدة في الميديترينيان جيمز أو دورة المتوسط للفرق أنا باسمي لغاية النهاردة. الواقع يعني والتاريخ مش هتقدروا تغيروه. مش داخل في المهاترة دي خالص. أنا داخل في حتة وبقى يحاولوا يهكروا حسابي على الإنترنت والذباب الإلكتروني ويطلع لي ناس تشكك فيا. الكلام ده كله أنا مش هخش فيه. أنا هخش في مقولة الإمام علي ابن أبي طالب، المقولة اللي هي أنا بعتبرها يعني الفاصلة في الموضوع ده كله. ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. الرجال يعرفون بالحق يعني اللي أنا بقوله هو الحق، مش مهم أنا مين. فأنا عايز ناس تطلع تجادلني في اللي أنا بقوله ده حق ولا مش حق. ده بيحصل ده وضعنا في الفروسية. احنا تأخرنا ليه في الفروسية ولم نتأهل لأولمبياد باريس؟ عشان معناش فلوس ولا علشان الأمور الغريبة اللي أنا عمال أحكي فيها دي هي ما حدثت؟ وهي دي كانت النتاج الطبيعي ليها، ان يتأهل على حسابنا السعودية والإمارات وإحنا ما نتأهلش. لما يطلع حاجة تفائلنا بيها خيرا ان يتقال ان انطقي 20 اسم او حاجة كده من ناشئين مصر في الفروسية علشان يبقوا نواة لفريق صاعد وفريق منتخب، منهم فرسان كتير مميزين ومستواهم رائع، ويعني لو اتحطوا في الطريق والتراك الصح هناخد منهم يعني حاجات كويسة جدا في المستقبل. لكن هل الموضوع اتعمل كلقطة ان انا انقي 20 اسم واجيب مدرب من ايطاليا يقعد يدربهم شوية شهر ولا حاجة وبعدين ياخد بعضه ويمشي ومن غير برنامج اعداد؟ هيخشوا بطولات ايه
بعد ما نصفيهم ال20 دول ناخد منهم 10 أو 5 أو حاجة كده، يبتدي يبقوا في أوروبا بخيولهم، بيخشوا البطولات المهمة ويعدوا فيها عشان يخشوا البطولات الأهم منها. فين هذا البرنامج؟ ولا هي كانت معمولة كلقطة عشان نطلع يتقال بس ايه احنا بنعمل برنامج للمستقبل واعداد في فروسية المستقبل، وهو كله يعني مجرد كليك لقطة. انا يعني عايز بس اعرف ما هو البرنامج اللي اعد للناشئين، اللي اتقال عليا في وقت من الاوقات ان انا بخبط في الناشئين. ناشئين ايه اللي بخبط فيهم؟ ده الناشئين دول هم امل الفروسية في مصر، اللي يا ريت بس تقولوا لنا انتوا ناويين عليهم على ايه، لان برضو اللي انا اعرفه ان كلهم الكام واحد المنتقين اهاليهم بيصرفوا عليهم بالكامل، والاتحاد ما اعتقدش او الدوله ما بتصرفش عليهم حاجه. فبرضو ما هياش مساله فلوس ومش فلوس والكلام ده كله. فيعني ده اللي انا عايز اقوله، يعني ان بدل تشويهات السمعه واليوتيوب ونقيس وبلاغات على اليوتيوب عشان يحصر حجم على الفيديوهات ويعني ونتكلم بقى يعني على مدام شريفه فاضل ام البطل والكلام ده كله، انا مش عايز اخش فيه. يعني انا بقول وقائع، ارجو حد منكم بمناسبه العيد كده يطلع يجاوبني عليها، يعني عشان بس يعني ايه الناس اللي بتشتغل زمامهم برخص التراب يطلعوا يقولوا كلمتين ومش عارف ايه. انا مش هخش مين بيقول الصح ومين بيقول الغلط، انا هخش في قصه احنا فين النهارده في الفروسيه، واللي انا قلته ده حصل ولا ما حصلش. وعشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، كل سنه وانتم طيبين، تروحوا بقى تاكلوا الكحك والحاجات دي كلها. انا هقول ان يعني الاعداد جايب لي القصه دي، انا عايز اقولها ان شاء الله يعني عندنا مفاجاه اعلاميه ضخمه جدا في توقيت ان شاء الله يعني مناسب قريب جدا، بالمستندات. كل واحد عنده حاجه يطلع يقدمها على الملأ، وهتبقى يعني خطه قويه جدا 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 لكل واحد عنده كلمه كان بيقولها او كان يعني بيقول ان الكلام اللي بيتردد هنا ده مش كلام حقيقي. انا بقول له قدام الناس كلها ان شاء الله احنا عندنا مفاجأة اعلامية قوية جدا. يعني اتفضل حضرتك اعرض كل اللي قدامك على الملأ، وحق الرد مكفول للجميع. شكرا، وكل سنة وانتم طيبين.